السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. اليوم غنقدم واحد القصة ديال الرعب بعنوان مشنقة العائلة. هاد القصة هادي وقعات في الهند، وما نطولش عليكم، ما تنسوش تشاركوا في هاد القناة وتضغطوا على زر لايك. ودابا نمشيو لهاد القصة. القصة ديالنا كتبدا في الهند في 2018 في واحد يوليو. اكتشفوا بأن عائلة كلها تشنقات، وهذه هي القصة اللي غنعاود لكم اليوم. في هذاك الوقت كانوا الجيران ديالهم حسوا بأن شي حاجة غريبة واقعة، بسبب بأن المحلات ديال هذيك العائلة كانت مسدودة، وهما كانوا موالفين في 5 ديال الصباح كيحلوا هذوك المحلات وكيتقداو من عندهم. كما كتعرفوا بأن الهند هي عبارة على أحياء شعبية من غير المدن المتقدمة. فهذوك الأحياء الشعبية أي حاجة كتوقع كيعرفوا بأن كاينة شي حاجة ماشي هي هاديك، وخصوصا ملي لقاو بأن المحلات سادين. كان واحد جارهم خدام مع هاديك العائلة، وملي شاف بأن المحل كان ساد مشى دق على هاديك العائلة، ولكن الباب كان مسدود وتا واحد ما جاوبو. من بعد بقى كيدق وكيستمر في الدقان، وصون عليهم في التليفون ولكن تا واحد ما جاوبو. قرر باش يقولها للجيران اللي محيطين بهديك المنزل، وهداك المنزل كان كبير شوية. من بعدها بداو كيضربوا الباب تا فرقعوا الباب ودخلوا، وهنا فين غيلقاو بأن هذيك العائلة كلها مشنوقة. من بعد اتصلوا بالبوليس، والبوليس جاو وشافوا هذاك المنظر بأن العائلة كلها مشنوقة، وبأن الممتلكات والثروات ديالهم باقة. كانوا كيقولوا بأن هناك سارق اللي قتلهم أو مجرم، ولكن ملي اكتشفوا بأن الثروات كلها كاينة في هذاك المنزل جاهم العجب على هذاك الشي اللي وقع. كيفاش مجرم غيقتل هذيك العائلة كلها وغتبقى الثروات؟ استمر التحقيق لمدة ديال شهر، وهما كيحققوا في هاد الواقعة اللي وقعت. والسبب في الأخير اللي اكتشفوا بأن العائلة تقتلات به هو غريب، هو فاش خرج هاد التقرير. أولا نتعرفوا على العائلة ديال هاد شاندوان الهندية كانت مكونة من جد وجدة، وكانوا عندهم الأبناء والأحفاد. الجد في واحد الوقيته كان مات، وهو كان جا من وسط ديال الفلاحة، ومن بعد طور التجارة ديالو تا ولاو عنده محلات، وكانوا ولادو خدامين في هذوك المحلات. المهم ماشي هو هاد الشي، المهم هو ان هداك الجد كان كيستعمل واحد الطقوس، وهادوك الطقوس كان كيجمع فيهم العائلة ديالو، وكانوا ديما كيحافظوا على هادوك الطقوس. كما كنعرفوا بأن الهند مشهورين بهاد الثقافات اللي كيستعملوا طقوس العبادة ديال الأصنام، ولكن هما كان عندهم واحد الطقوس بحيث أنهم كانوا كيستعملوا واحد الكتاب، وهداك الكتاب كانوا مكتوبين فيه مجموعة ديال الطقوس اللي تقريبا كتشبه للسحر. من بعد هاد الجد هذا كما قلت لكم مات، وورثه الابن ديالو، والابن ديالو كان كيستعمل هاد الطقوس، وفي كل ليلة تقريبا كيتجمعوا وكيديروا هاد الطقوس. ولكن هاد الليالي تقريبا نقدروا نقولوا مرة في شهر، وكانوا هاد الطقوس كيديروهم في شهر مخصص في عام، يعني بحيث أن العام فيه 12 شهر، وما بين هاد 12 شهر شهر واحد كيديروا فيه هاد الطقوس. هاد الشي اللي وقع كان سبابه الابن ديالو اللي كان ورث هاد الكتاب هذا. من بعد
ما كان تعرض لواحد الحادثة، قال العائلة ديالو بأن كاينة شي لعنة من هاد الطقوس، وقرروا باش يحضروا هذيك الروح ديال الجد ديالهم. والدليل على هذا ان الشرطة فاش دخلات لقات بان واحد النجمة مرسومة وكانت العائلة كلها ميتة. المهم نكملوا القصة. في هذاك الوقت الابن الاكبر جمع العائلة كلها وقال لهم بان غيديروا واحد الطقس، وهاد الطقس اللي غريب فيه هو انهم رسموا واحد النجمة ودائرة ودوروا عليها الشموع، ومن بعدها قرروا باش يشنقوا ريوسهم. هاد الطقس هذا قليل اللي غيقدر يديرو الا كانت العائلة وفية بالنسبة للابن الاكبر. الابن الاكبر في هذيك الوقيته كانوا هما كيتبعوه في اي حاجة، وقال لهم بان ملي غيديروا هاد الطقس غيحضر الروح ديال جدهم وغيعتقهم، وفي نفس الوقت غيقول لهم الاشياء اللي غيديروها، بحيث انهم ملي غيتشنقوا غيقدروا يشوفوا الارواح ديال الميتين، ولكن في نفس الوقت غيرجعوا للحياة. وهذا الشيء اللي وقع فاش صيفط الابن الاكبر ولده الصغير باش يجيب كابليات ديال الهاتف، ومن بعدها قاموا بهاد الطقوس وشنقوا ريوسهم. القصة في الحقيقة غريبة بزاف، بحيث ان باش عائلة كلها تضحي بالارواح ديالها على الجد ديالهم هي شي حاجة اللي قليلة في هذا الوقت، واكثريا فاش يتبعوا الابن الكبير بالحاجة اللي غيقول ليهم. ولكن للاسف ملي داروا هاد الطقس هذا كلهم ماتوا. ولحد الان انا نقدر نقول لكم بانني ما متيقش هاد الطريقة ديال الموت. ومن بعد قالوا بان الشرطة قفلات هذاك الملف بهاد الجريمة بانها عبارة على طقس، وبانهم هما ضحوا برؤوسهم. وفعلا فاش قفلات الشرطة الملف بداعي هاد القصة هادي، كان واحد الواحد اللي كان كيسكن حدا هاد العائلة، وفجأة مشى لعند هاد الشرطة واعترف ليهم بواحد الحاجة اللي ما كانوش عارفينها. قال ليهم بأنه كان واحد الكاهن وهو اللي طلب منهم هاد الشي باش يحضروا الروح، وبأن الابن الأكبر ديال هاد العائلة كان ما كيعرفش بزاف هاد الطقوس، والكاهن هو اللي قال لهم هاد الطقوس بدوافع باش يحضروا الجد ديالهم. ولكن في الأخير فعلا كان المجرم هو هاد الكاهن اللي استغل هاد الشي اللي كيعرف باش يقتل العائلة كلها. وملي استدعاو الشرطة عرفوا بأن هاد الكاهن هذا كان خدا واحد الصندوق اللي فيه الثروات ديال جدهم. غريب ان هاد الكاهن او الساحر ملي حكموا عليه الشرطة الهندية ما حكموش عليه على انه قتل هاد العائلة كلها، ولكن حكموا عليه بانه خدا هذاك الصندوق ديال الجد ديالهم. كما كنعرفوا بان الحكم ديال قتل نفس او قتل روح ديال الانسان هي الاعدام او المؤبد، اما هو حكموا عليه بتهمة السرقة فقط، وهي 2 عام تقريبا وغرامة مالية. نقدر نقول لكم بان هذه اغرب قصة تقدر تسمعها. والى هنا اصدقائي كتسالي القصة ديالنا. ما تنسوش ديروا واحد لايك الى عجباتكم القصة وتشاركوا في هذه القناة، ونتلاقاو ان شاء الله في قصة اخرى جديدة في قناة شعب رعب.